4 ملوك حكموا الارض من المشرق للمغرب وتم ذكرهم في القران الكريم. كان مجرد شاب صغير لما راى في منامه رؤيا عجيبه، وهو ذو القرنين. راى انه صعد الى الشمس واقتربت منه حتى امسك قرنيها. تم تفسير الرؤيا دي على انه سوف يصبح ملكا عظيما وسيملك الدنيا من المشرق للمغرب، وقد كان تحول من شاب صغير لاعظم ملوك الارض. نمرة 2، لم تاتي الارض بملك مثله ولن تاتي. هو سيدنا سليمان ابن داوود عليهما السلام. سخر الله له الجن والانس وعلمه لغه الحيوانات واخضع له الوحوش وجعل الرياح تسير بامره. نروح بقى للاثنين الكافرين. الملك النمرود، ملك جبار متكبر كافر بالنعمه ومدعي الربوبيه، وهو الذي جادل ابراهيم خليل الرحمن في ربه، وهو من اكثر البشر الذين افسدوا في الارض، فاظله الله وجعل موته على يد بعوضه. بخت نصر كان ملك برضه على بلاد بابل، راح عشان يغزو بيت المقدس، فخرج ليه ملك من نسل داوود عليه السلام وعمل معاه معاهده صلح، ولكن بني اسرائيل قتلوا الملك بتاعهم ونقضوا معاهده الصلح، فرجع ليهم بخت نصر وقتلهم ودمرهم. ولكن قبل ما يصبح ملك كان قائد لجيش مرعب